المورنينج روتين ده ثابت على التلاجة أو البورد بتاعتنا، ومش هنعمل أي حاجة لما نصحى غير لما يغسلوا وشهم وسنانهم ويروقوا سريرهم ويسرحوا شعرهم ويظبطوا نفسهم. أما دول لو في حضانة أو مدرسة ممكن تحطوهم، ولو مفيش خلاص شيلوهم في البوكس لوقت الدراسة. والنايت روتين نفس الكلام، قبل ميعاد النوم بساعة أو ساعتين هنبدأ نلم اللي اتبهدل خلال اليوم، نتعشى ونغسل سناننا ونحضر جدول بكرة، نصلي، ناخد وقت خاص مع بعض جميل وننام. وسط النهار بقى هو اللي متغير ومحتاجين نجدده كل يوم، فبنحضره كل يوم من بالليل لتاني عشان نقلل المعارك والأسئلة والطلبات الكتير. بنكون عارفين عندنا لعب ايه بكرة، هننزل نجيب طلبات، تمارين، تدريبات، وعندنا كارت واحد للواجب بنرسم تحته جدول كل مادة وقصادها الواجب بتاعها، وكارت للصلاة بنرسم جدول تحته بمواعيد الصلاة. وكمان معلمين عندنا ايه في جدول المهام المنزلية طول الأسبوع. ومن أهم الحاجات اللي ضايفينها في الروتين شوية كروت التأكيد دول، آخر اليوم بنختار كارت نحطه نسألهم احنا سؤالين عليه وهم يسألونا سؤالين عليه، عشان نبدأ نوطد علاقتنا أكتر ببعض، ونحاول نفتح حوار عن حاجات في وسط زحمة الحياة ما بنحكيش عنها خالص، وهو بالمرة يتعلموا يعبروا عن نفسهم ومشاعرهم. أهم حاجة في الروتين إن اللي هنتفق عليه لازم ننفذه. كل لما يطلب حاجة نقول أوكي تيجوا نشوف ميعادها كده فين في الروتين، عشان الروتين لو اتحط وما تنفذش بيفقد تأثيره، وكلامنا إحنا كمان كأهل بيفقد تأثير. بس كده، جربوا وقولوا لي إيه رأيكم في الطريقة دي.